السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده وصفة النهارده جماعة جميلة جدا. جبنة، الجبنة الرومي او التركي بالاسكندراني. انا هنا عندي 2 كيلو لبن مش مغليين، انا لسه حطاهم على النار وحطيتهم على النار لحد ما صبعي استحمل السخونية، يعني سخن سيكا يعني. حطيت عليهم ربع كوب خل، خلاص ربع كوب، يعني ده كمان يعني انا كنت حاطه نص كوب، ده اللي اتبقى خلاص. مع السخونيه بتاعه الحراره اللي بتلاقي كده ان اللبن بيعمل رايب او بيعمل تكتلات، وده كده احنا كده ماشيين صح. تمام. انا بس انا مش مسرعه الفيديو علشان تشوفوا كل الخطوات بالراحه. بصوا هنا بقى ايه، ابتدى التكتلات تكتر شويه، والميه، هي الميه دي مش هنرميها طبعا، الميه دي احنا بنعمل بيها معجنات ما تترماش ابدا. خلاص بنشيلها في كيس تلاجة او في علبة ونعمل بيها بعد كده معجنات. دلوقتي انا ابتديت ان انا اصفي خلاص كل الجبنة اللي طلعت معايا دي او الرايب اللي طلع معايا، بحطه في مصفى. مش بسيب اي حاجة طبعا في المية، بحطه في مصفى خلاص. الجبنة دي يا بنات اللي هيعملها هيدمنها لان طعمها تحفة. تستعمليها في البيتزات، تستعمليها في سندوتشات، بصي كل حاجه. انا حطيتها دلوقتي في مصفى. كل اللي انا هعمله ان انا هحاول ان انا انزل منها كل الميه علشان انا محتاجاها تكون ناشفه خالص عشان تنجح معايا الوصفه. بعملها كده زي ما انتم شايفين بالسباتولا خلاص. وهنا دي الميه اللي نزلت منها، طبعا هنحطها على التانية. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحط عليها كيس تلاجة خلاص، وهحط عليها تقل، اي حاجة عندك تقيلة حطيها عليها. انا حطيت حلة وهحط عليها كمان ازازة مية تقيلة علشان تصفي كل المية وتسيبيها ساعتين 3 لحد ما تنشف خالص معاكي، علشان بقية الوصفة مش هنبقى محتاجين فيها مية. ماشي. دلوقتي كده بعد تقريبا 3 ساعات خلاص، اهي الجبنة بتاعتنا. هي طبعا لسه لحد دلوقتي ما بقتش جبنة. هاخدها بقى كده علشان احطها في الكبة واشتغل بقى عليها. تمام. احنا كل اللي احنا عملناه 2 كيلو لبن، ما غليناهمش، احنا حطيناهم على النار لحد ما بقوا سخنين، نزلنا عليهم بربع كوباية خل، ربع بس. تمام. وبعد كده اول ما طلع الرايب ده بقى عامل تكتلات، شلتها في مصفى وصفيتها ساعتين 3 خلاص لحد ما نشفت خالص. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنحطها في الكبة وهنحط معاها كام حاجة كده، دول بقى اللي هيعملوا معانا طعم الجبنة. بص يا بنات، انا دلوقتي عندي نص معلقة صغيرة ملح ليمون. ملح الليمون في ناس كتير بتقلق منه، ولكن هي دي مادة الحفظ بتاعة الجبن. خلاص احنا مش هنحط المنفعة ولا حاجة، احنا هنحط ملح ليمون وهنحط حاجة تانية. دلوقتي الملح الليمون ده بنحط معاه معلقتين كبار مية وندوبه كويس جدا جدا لحد ما تبقى المية شفافة اكني ما فيهاش حاجة. خلاص هفضل اقلب انا لحد ما المية تبقى لونها كله صافي، والملح الليمون ده يدوب نص معلقة صغيرة. تمام. لما يدوب خالص هننزل معاه بتلت كربوناته او بيكربونات الصوديوم، تلت معلقة صغيرة برضو. ماشي، مش هنحط كتير. الحاجتين دول في ناس بتقلق منهم، معلش يا جماعة دي بدل المنفعة. في ناس برضو ما بتحبش المنفعة، فدول اللي بيعادلوا المنفعة علشان تطلع معاكي جبنة. خلاص انا حطيت دلوقتي تلت معلقه بيكربونات صوديوم او كربوناتو، هي دي اللي عملت الفوران مع ملح الليمون. هستنى لحد ما تهدى خالص ويدوبوا هما الاتنين، وانزل عليهم على الجبنه في الكبه. تمام. ومعاهم معلقه زبده ومعلقه سمنه بلدي، معلقه كبيره سمنه بلدي ومعلقه زبده خلاص. واربع شرايح جبنه تركي او جبنه رومي، هقطعهم بس خلاص عشان يبقى سهل عليا الكبة تطحنهم او تخلطهم مع الرايب ده والسمنة والمكونات. تمام.
هحط كل الحاجة دي مع بعضها في الكبة خلاص، واحاول ان انا يعني ايه اعملهم كده مع بعض علشان يتداخلوا، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. انا دلوقتي كده بديها طعم الجبنة الرومي او الشيدر. تمام. هتحط لها برضو شوية ملح، يعني لو انتي مش عايزة ملح، انا جايبة الجبنة دي ملح قديم، يعني جبنة رومي قديمة، عشان تبقى الملح اللي فيها كتير شوية، مش عايزاها وسط ومش عايزاها اللي هي الخفيفة، الملح الخفيف، لا انا جبتها قديمة علشان تكون مملحة شوية. في طاسة بقى نزلت بكل المكونات اللي انا عملتها في الكبة خلاص، وطبعا هتنزلي كل اللي في الكبة خلاص، لاني انا عايزة احسب كام جرام طلع من الوصفة بالظبط، وهنحسبها كمان بالفلوس. خلاص. انا دلوقتي المرحلة دي مش همشي من قدامها، انا مش همشي من قدام الطاسة ابدا، هفضل اقلب فيها كويس قوي وما سيبهاش لحظة. بعد كده بصوا هتتقلب لايه، هتتقلب ان السمنة بتاعتها بتنطر او بتطلع خلاص، زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اقلب برضو، مش هسيب ابدا المعلقة، وهفضل اقلب طول ما انا واقفة. تمام. ممكن احط لها حبة ملح، انت عايزة تحط لها حبة البركة، عايزة تحط لها زعتر، شوفي اللي انت عايزاه، انا بحبها كده. دي اخر مرحلة. بصوا طلعت ايه، بقت ناعمة خالص اهي. بصوا بالمطة، اللي عايز يعمل بيها بيتزا تبقى تحفة يا بنات. واللي على جنب ده في الطاسة دي السمنة اللي احنا حطيناها خلاص. بصوا المطة جميلة جدا جدا. انا دلوقتي جبت علبة عندي تستحمل الحرارة، صحية، حطيت فيها الجبنة من غير السمنة، صفيتها من السمنة، وايه حطيت الجبنه خلاص. حطيت الغطا كده علشان لازم تبرد، وادخلها بعد كده الفريزر ساعه، وبعد كده ابيتها في التلاجة من بالليل للصبح. وهي دي خرطة الجبنه اللي طلعت. تعالوا بقى نشوف عملت قد ايه. عملت 345 جرام، يعني اكتر من ربع كيلو. تمام. وزي ما انتوا شايفين متماسكه جدا، مش سايحة ومش مفتفتة. وهتشوفوا دلوقتي وهي بتتقطع الترانشات بتاعتها نفس التركي بالظبط، او نفس قطعة الرومي بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ملحوظة برضو، ما تقطعيش بسكينة مشرشرة، لازم تكون سكينة حامية وناعمة كده، سكينة عادية مش مشرشرة، عشان ما تبوظيش الترانشاية وتتفرفت منك. لا، هي السكينة لازم تكون حامية، وزي ما انتوا شايفين كده طرية وجميلة جدا وما بتتفرفتش اهي، زي ما انتوا شايفين تحفة بصراحة. انا حطيتها في عيش عشان اجرب لكم بس المطة بتاعتها اللي عايز يحطها على البيتزا. بصوا السمنة، انا لما بشتري شيدر من بره، شيدر مستورد مش المصري، الشيدر المستورد نفس الطعم ده بالظبط، وبيعمل برضو سمنة كده، بينطر سمنة كده في العيش لما باجي اسيحها، برضو نفس الشكل ونفس الطعم بالظبط. احنا حطينا جبنة رومي بس عاطي نفس الطعم بتاع الشيدر بالظبط يا بنات. والتكلفة طلعت في الآخر جبنة الرومي ب20 جنيه، اللبن ب60 جنيه، يعني 80 جنيه دي تكلفتها.